اليوم جبت لكم قصة المثل لاحظت برجيلها ولا أخذت سيد علي. كانت مرية كلش حبابة وحلوة، اتزوجت من شخص فقير. حالتهم المادية شوية كانت تعبانة، بس هذا الرجال كان حباب ويحبها. فبعد كم سنة ملت من الفقر والوضع اللي هي عايشة بيه. فأكو مرية من المنطقة اللي هي عايشة بيها دلتها على واحد اسمه السيد علي، تريد تعرف في المستقبل هل راح يتحسن لو لا. طبعا هو عراف وكذاب، يعني لا حد يصدق بيهم. فهو هذا سيد علي من شافها انبهر بجمالها، قال لها ما راح تتوالمون وراح تصير لكم مشاكل بالمستقبل وما ادري شنو. قام يقرا براسها وهي هاي الطولة صدقت بيه. فهو ايش قال لها اذا طلقتي راح اتزوجك. هي المسعدة ايش سوت؟ راحت سوت مشاكل ويا رجلها واتطلقت. فراحت على سيدة علي قالت له عمي ترى اتطلقت تعال اخطبني. هو اصلا طلع كذاب بده يضحك عليها، ورادت ترجع لرجلها ورجلها ما قبل يرجعها. فصاروا الناس يقولوا لها لاحظت برجيلها ولا أخذت سيد علي.